يا مساء الانوار، عاملين ايه مع زوزة؟ هنعمل اكله من التراث الصعيدي. الاكله دي ليها قصص وحكايات وروايات كتيره قوي. بس دلوقتي احنا هنعمل الاكله، وبعد كده هنبقى نحكي حكايتها ونقول روايتها كلها. الاكله اللي هي البسيس الصعيدي او المفتله الصعيديه، هي تحليه مش اكله في حد ذاتها، اكل وخضار والكلام ده، لا دي تحليه. آه، في حله حطينا نصها ميه. انا هعمل مقدار الطبق ده بس. الاكله دي يعني متصنعه من القمح والدقيق والميه، فطبيعي ان الكميه دي كلها هتزيد، هتعمل لي كذا طبق. في حله الميه غليت اهي، نزلت بالبسيس كده. هوطي النار عليها، ههدي النار خالص وهسيبها تستوي مع نفسها في المية دي. وهنزل برشة ملح خفيفة قوي على أطراف صوابعك كده، يعني بسن المعلقة. المفتلة الصعيدي دي أكلة من التراث الصعيدي، أكلة يعني تحلية قديمة قوي. امهاتنا زمان وجداتنا كانوا لازم لما بنتهم تكون خلاص داخله على مولود جديد، لازم الام او الحما تكون مجهزه لها ده، اللي هو البسيس او المفتله دي، تكون مجهزاها وجايبه الست المسؤوله انها تعملها. كان ليها حد معين هو اللي يصنعها، مش اي حد يعملها. كانوا بيجيبوا القمح يغسلوه ويسلقوه، وبعد السلق بينشفوه ويفرموه نص فرمه كده، متهيالي او بتكون الحبه كامله الصراحه على ما اتذكر، يعني مش فاكره قوي. المهم، وكان مع بالدقيق بقى والميه، وكانت الست بطريقه معينه كده بتعملها لحد ما وبتعملها يدوي، يعني مش مكنه ولا اي حاجه، لحد ما بتبقى اهي هي قربت تستوي. طبعا هتعرفيها تستوي ازاي؟ لما تدوقيها يعني على طرف لسانك، هتلاقيها ايه، طريه تحت اسنانك. انا اخدت واحده بايدي كده وحطيتها، لا بسم الله ما شاء الله، خلاص قربت تستوي. يعني اهي، لو في اي هريمه اشيلها كده. بسم الله ما شاء الله، هي بتزيد، هي خلاص يعني دقيقتين وهنزل عليها باللبن. دي حبة القمح كاملة، مشبعة جدا لأطفالنا، مفيدة جدا. أنا مش عارفة إذا كانت بتتباع في القاهرة ولا لأ، بس متهيألي في أماكن لسه بتتباع فيها، متهيألي يعني بتتباع فيها، بس أنا معرفش الصراحة. بس اللي أنا أعرفه إن أنا كل ما بحتاج بجيب من الصعيد، وفي برضو المحافظات الوجه البحري متهيألي عندهم دي، متهيألي يعني. ففي ناس بتجيبها، بس هي عندهم باسم تاني غير الاسم الصعيدي بتاعنا. شربت كل المية اللي فيها كده، هي استوت. هنزل بمج اللبن ده كله عليها، وهسيبها تغلي باللبن غلوتين كده، وهحط نقطتين فانيليا، حاجة كده خفيفة فانيليا، عشان بس الحاجة التكة دي، يعني عشان البنات عندي، عشان اللبن بس. بعد ما تستوي بقدمها في الطبق، بضيف لها السكر على حسب رغبة اللي هياكل. انا خلاص اهو طفيت عليها زي ما قلنا. هبدأ اقدم، هغرف كده، بسم الله. وادي الطبق بتاعنا بعد ما ضفت ليه معلقتين سكر. ده شكل المفتلة الصعيدي
اللي ليها معانا ذكريات وحكايات كتير حلوة بالنسبة لأي حد صعيدي. هي أكلة من التراث الصعيدي القديم، ومتهيألي لسه لحد دلوقتي موجودة في الصعيد. لسه ليها مناسباتها وليها يعني ليها مواسمها اللي بتتعمل فيها. ما تنسوش الاشتراك في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعيل الجرس